سهل جدا انك تلاقي عريس اجنبي، بالاخص هنا في استراليا، لان هنا نص الشعب مصاب بالاكسوفينيا. اتمنى اكون بنطقها صح. الاكسوفينيا دي ظاهره نفسيه كده منتشره بتخلي الشخص ينجذب للاجانب ويكره بني عرقه. فعشان كده هتلاقي هنا كابلز كتير مخلطين واجيال جديده طالعه مخلطه جامد. باي ذا واي الاكسوفينيا دي برضه انا شفتها في مصر، واعرف ناس كتير رجاله وستات عايزين يتجوزوا اجانب. فالاعتقاد الخاطئ اللي احنا اتربينا عليه ده، ان هو بيقول ان البنت الشقره البيضه ام عين زرقاء هي دي المرغوبه والمطلوبه، وان الكل بيتهافت عليها. مفيش كده. في ناس تحب تنجذب لثقافات وعادات وتقاليد معينه. يعني انا مثلا اتعرفت على واحده هنا دايما كل اكساتها اسيويين. عايزه اقول لكم كمان ان 60% من الشباب هنا بيعاني من الوحده بسبب ان هم مش لاقيين شريك حياه. زي ما تقولوا كده هنا في خجل زائد عن اللزوم، مفيش مرونة في التواصل. فكلهم بيلجأوا للديتنج ابس اللي هي زي تندر والحاجات دي. واعترف حالات زواج كتير طلعت من الابس دي تقريبا هم بيخافوا من الرفض، بيخافوا من كلمة نو، بتيجي على الكرامة قوي. فبيلجأوا ان هم يتعرفوا ورا الشاشة الاول، على الاقل يترفضوا على التليفون احسن ما يترفضوا على ارض الواقع كده يعني. ففرصتك انك تلاقي شريك اجنبي اونلاين كبيرة جدا، لان الديتنج ابس دي بيتصرف عليها ملايين، ناس كتير بتخشها. هنا في استراليا حالات الزواج من الاسيويات كتيرة جدا، لان احنا والاسيويات عموما بنتشارك نفس العادات والتقاليد بتاعت حب الاستقرار، انجاب الاطفال، الاولوية للعائلة. فالفكر ده مش موجود قوي عند الستات الاستراليات. يعني هم موجود منهم ستات بيوت بس عددهم قليل. فالراجل الاسترالي او الراجل بشكل عام كطبيعة بينجذب لنوع الستات ده حتى لو كانت شكلها وحش، ما تبصيش للشكل. ففرصتك انك تلاقي رجل اجنبي كبيرة جدا، لان انتوا الاتنين بتشاركوا نفس العادات. بس في ميزة برضو في الراجل الاسترالي، ان هو برضو هيساعدك في البيت وهينظف معاكي وهيشيل وراه، يعني مش هيسيب الحمل كله عليكي. يعني الرجل المصري بيرمي الحمل كله على الست. يعني تكون الست بتشتغل وبتطبخ وبتذاكر العيال، في نفس الوقت الراجل بيشتغل بس ما بيساعدش الست في البيت. او معرفش بقى الدنيا اتغيرت ولا لا، بس انتي ممكن تتجوزي واحد اجنبي وتكون انتي مسؤولة عن البيت بس هو برضو بيساعدك.